هنعمل النهاردة صنف من الأصناف اللي بتكون دايما موجودة عندنا على السفرة المصرية، اللي هو الجلاش المصري باللحمة المفرومة. الصنف ده بنعمله كلنا في العزومات، وكلنا بنحب كمان نعمله لما نكون مستعجلين وما عندناش وقت نعمل أكلة، فبنعمله وما بياخدش معانا وقت. الصينية دي تعتبر معشوقة الجماهير وكل الناس بتحبها. هنعملها النهاردة بطريقة هتعجبكم جدا. هنعمله بحيث يكون مقرمش من بره ومن جوه طري في منتهى الجمال. جبت كوباية لبن واحط فيها معلقة كبيرة سمنة بلدي وممكن زبدة بس بلاش زيت، واحط معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسمر. هقلبهم لحد ما اتأكد ان السمنة والمكونات امتزجت مع بعضها، وده اللي انا هسقي بيه الجلاش. في طاسة حطيت معلقة كبيرة سمنة، سخنتها ونزلت عليها ببصلاية مبشورة ناعم. هشوح البصلة كويس، مش هخليها تحمر، مجرد بس تغير لون. مجرد ما هتغير لون هنزل عليها باللحمة المفرومة. حطيت عليها نص كيلو لحمة مفرومة. هشوح اللحمة المفرومة. مهم جدا ان انا هفضل اشوحها لحد ما تفقد كل السوائل بتاعتها. حطيت ملح فلفل اسمر ونص معلقة صغيرة بصل بودر، نص معلقة صغيرة ثوم بودر، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة هي بهارات اللحمة. بهارات اللحمة بتديها طعم حلو قوي. انا ما بحبش البهارات تبقى كتير في الاكل، بس الوصفة بتاعت الجلاش بالذات بتحب يبقى فيها شوية بهارات مش كتير، بتديها طعم لذيذ قوي. قلبتها لحد ما اتشوحت كويس وفقدت كل السوائل اللي فيها. السوائل دي لو فضلت هتبوظ لنا الوصفة خالص، وهتخلي الجلاش يبقى معجن كده ومش لذيذ. في صينية هحط دهنة سمنة، دهنة كويسة اتأكد ان كل الجوانب جا فيها. تنيت ورقة الجلاش على 2، وهبتدي ارصها ورقتين ورقتين، وبين الطبقات هحط معلقة كبيرة من السائل اللي هو اللبن مع السمن، وادهن بالفرشة عشان اتأكد ان السائل بتاعي موجود في كل مكان. الخطوة دي هتختصر لنا خطوة ان احنا نسقي الجلاش باللبن والبيض، وفي نفس الوقت هتبقى اسهل بكتير في التوزيع. حطيت 4 طبقات من الجلاش متنيين على 2، يعني يعتبروا 8 طبقات فرد. لحد ما وصلت للطبقة الوسطى هحط فيها اللحمة المفرومة، هوزعها كويس، وبلاش تقربوا قوي من الأطراف عشان الأطراف دي لما بيجي فيها لحمة مفرومة بتتحرق وبتدي ريحة مش لذيذة. وهحط كمان طبقة من الجبنة الموتزاريلا، بتدي طعم لذيذ كده ومطة حلو قوي في الأكل. الخطوة دي اختيارية، لو انتوا مش عايزينها مفيش مشكلة، بس أنا بصراحة بحب أعملها قوي، بتدي مطة حلوة قوي وبتبقى لذيذة كده مع الأكل. هحط 4 طبقات تانيين، وبرضو بيكون كل طبقة متنية على 2، يعني هحط طبقتين طبقتين. وبرضو السائل بتاعنا بتأكد ان انا وزعته. الطريقة دي بتخلي الجلاش من جوه طري جدا جدا مستوي، وفي نفس الوقت من بره بيكون محمر، والتوريقة بتاعته بتبقى لذيذة قوي. بعد ما هخلص الجلاش كله هبتدي اقطعه بالسكينة. طبعا التقطيع بتاعتنا المعتادة اللي هو المستطيلات. كده حطيت 4 طبقات تحت و4 طبقات فوق اللحمة المفرومة. هقطعهم بالسكينة. مهم تتقطع جدا لانها لما هتطلع هتبقى محمرة مش هنعرف نقطعها، هتتكسر مننا. فالخطوة دي مش اختيارية خالص، لازم نقطعها ونتأكد ان السكينة وصلت لحد اخر الصينية.
عشان يبقى سهل علينا ان احنا نخرجها من الصينية بعد ما تستوي. هدهن الوش بمعلقة كبيرة سمنة. طبعا احنا لو ما عندناش سمنة بلدي مفيش مشكلة، نقدر نستخدم سمنة نباتي، بس بلاش زيت. الزيت بيغير طعمها خالص وبيديها طعم تاني مختلف. بالفرشة هدهن السمنة كويس عشان احنا عايزين نتأكد ان الوش كله جت فيه سمنة، لان ده اللي هيتحمر وهيدينا الشكل التحفة اللي هتشوفوه. هسخن الفرن على 220 قبل ما احط الصينية ب10 دقايق، واحط الصينية في الفرن. اخدت معايا نص ساعة وما احتاجتش ان انا اشغلها الشواية. بس لو طلعتوها بعد نص ساعة لقيتوها وشها ما اتحمرش، تقدروا تفتحوا عليها الشواية شوية. طلعت في منتهى الجمال. حطيت على وشها شوية بقدونس كده يدوها شكل تحفة من الجمال. ريحتها حرفيا قلبت البيت. الجبنة الموتزاريلا ساحت فيها وعطتها طعم جميل جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عجبتكم الوصفة طبقوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. بصوا بقى التوريقة بتاعتها في منتهى الجمال، محمرة ومن جوه الجلاش طري. الجبنة الموتزاريلا ساحت في منتهى الجمال. شكل الجلاش يجنن. بصوا كده بقى في المعلقة، طلعت في منتهى الجمال. حرفيا ما اخدتش معانا ربع ساعة، 10 دقايق. مش بتاخد في التحضير وقت خالص. نقدر نحط جنب منها سلطة خضراء او بطاطس محمرة. الكل بيجمع على ان صينية الجلاش دي هي احلى حاجة ممكن اكون عملتها. مفيش حد ما بيحبش صينية الجلاش، وفعلا بتطلب مني بصفة مستمرة. في عزومة ما فيش عزومة، دايما في البيت بيطلبوها مني. هتعجبكم جدا، بس جربوها بطريقتي وبألف هنا على قلبكم.